هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول حلقه في سلسله الحلقات اللي انا قلت لكم عليها اللي هنتكلم فيها عن جهاز العروسه. واول حلقه معايا هنتكلم فيها عن الحلل. انا جبت 3 انواع، جبت ستانلس وجبت جرانيت اللي هو تيتانيوم وجبت تيفال. أه هبدأ لكم بأهم حاجة فيهم، إن أنا شايفة إن مفيش أي عروسة ينفع تستغنى عنها مهما جت الموضة أو جت أطقم جديدة. الطقم الستانلس بصراحة أنا بستخدمه في كل حاجة، بيستخدم في السلق، سلق طيور أو سلق لحمة. بستخدمه في الطبيخ، أي طبيخ بعمله بستخدمه كمان في المحاشي. ممكن نتكلم في آخر فيديو عن استخداماته كتير جدا 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 وهتفيدكم. أهم نصيحة عايزة أقولها لكم في الطقم ده وانتوا بتستخدموه، ممكن هو يلزع منكم الحاجة لو ما خدتوش بالكم. حاولوا تشتغلوا بيه دايما على نار هادية عشان كمان لونه ما يغيرش. وأنا جبت تيفال زهران وكان نوعه بجد خطير. التوصل جيرل دي كانت جاية مع الطقم بتاع الحلة التيتانيوم، هي من نيو كلاين. بصراحة الطاسة ممتازة، استخدمتها في المطبخ عندي أكتر من سنتين وما شاء الله ما اتجرحتش، وخامتها تقيلة ومتينة جدا، وفيها ماجنتيك بتقفل الاتنين مع بعض عشان برضو التخزين. وتاني الطقم السيفال، عايزة أقول لكم هو من تيفال زهران. بس حقيقي الطقم بالنسبة لي ما يقلش أهمية برضه عن الطقم الستانلس. هو بس عايز اهتمام أكبر. احنا بنيجي نغسله ومش بيدخل غسالة الأطباق دي طبعا من العيوب بتاعته. عشان نحافظ عليه ما بنبيتش فيه أكل. أول ما نخلص الأكل فيه، بعد ما نخلص طبختنا بنسيب الحلة تهدى وبعدين نغسلها بليفة وسبونج. احنا اللي نغسلها وايدينا طبعا بتكون ناعمة واحنا بنغسله. حقيقي بجد ده الطقم اللي كان عندي في المطبخ. انا الطقم ده كان اسمه تيمبو. هو فيه 4 حلل، هو من الفئة المتوسطة في تيفال زهران، بس رأيي ان هو برضه يستاهل كل جنيه يدفع فيه. حقيقي مش هتندموا عليه، بس لو خليتوا بالكوا عليه انه ما يحصلش فيه اي خدش. بستخدمه عندي في المطبخ في كل حاجة، في رز، في خضار، سمح شيات، في سلق طيور. حقيقي هو بينفع في كل حاجة وعملي جدا. الطقم ده كان 4 قطع، أنا مطلعة منه حلتين بس، ده على حسب استخدامي. أنا عايزة أقول لكم برضو معلومة كمان عشان يبقى الفيديو كامل وإحنا بنطبخ فيه. حاولي ما تستخدمنيش وأنا معلق خشب وأنا معلق ستانلس. استخدامك فيه لو معلق سيليكون بس، حاولي ما تستخدميش حاجة غير كده عشان تحافظي عليه. كعروسة ولسه بنبدأ حياتنا، والدنيا برضو في الأسعار دلوقتي مش أحسن حاجة، وكل يوم طبعا الأسعار في الطالع. ربنا يعين كل بنت بتجهز. حاولوا تحسوا بأهلكم يا بنات وما تجيبوش حاجات أزيد من اللازم. أنا كاستخدامي بكل العزومات، احنا دلوقتي أسرة مكونة من 3 أفراد، أنا وزوجي وطفلة صغيرة، فأنا مش بحتاج أكتر من اللطقم اللي قدامكم دي. مش بستخدم طبعا كل الحلل دي، فاحنا ممكن نبدأ بس في الأول لو الدنيا مش أحسن حاجة. ممكن نبدأ بطقمين، كل طقم يكون 3 قطع أو 4 قطع، مش أكتر من كده. ده بداية. برضو كل عروسة بتختلف ظروفها من بيت للتاني. ممكن مثلا تكون هي موجودة في بيت عيلة عندها عزايم كتير. هو في الوقت اللي احنا فيه طبعا الدنيا ما بقتش عزايم اكتر حاجة، بس كبداية لو هما 2 بس ومفيش ناس هتجيلهم كتير، فاحنا ممكن نجيب طقم واحد ستانلس وطقم واحد تيفال. انا جبت التيفال بتاع زهران، والستانلس برضو جبت ماركة زهران. على حسب طبعا المتاح وعلى حسب الميزانية بتاعتك، بس الحلة التيفال حاولوا بس ما تسترخصوش بيها، وتجيبوا ماركة كويسة علشان تقعد معاكم. انتوا طبعا اهم حاجة ان انتوا تكونوا بتحافظوا عليها. هكلمكم عن الطقم التالت، والطقم التالت ده طبعا رفاهية، ممكن يكون سيراميك او جرانيت. انا جبت جرانيت تيتانيوم بتاع نيو كلاين، طبعا كلكم سمعتوا عليه من الشفات، وبيجي على طول الاعلانات بتاعته على الانترنت. انا متجوزة بقالي سنتين، والطقم ده ما كانش رخيص. هو كان 4 حلل ومع التسجيلين اللي كلمتكم عليها في أول الفيديو. بس حقيقي الطقم من أبشع الأطقم اللي ممكن حد يجربها، ودعاية معمولة ليه، وحقيقي بترمي فلوسك في الأرض لما تجيبوه. أنا تواصلت مع الشركة عموما علشان المفروض الضمان بتاعه 5 سنين. هشوف هيردوا عليا بإيه، ولو في أي حاجة جديدة برضو هعرفكم. بس أنا شايفة ما كنتش المفروض أجيبه، كان المفروض أجيب حاجة تانية بالفلوس دي أستفاد بيها، بدل ما أنا جبت طقم وما استفدتش بيه بأي حاجة. بس كده، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. حد عايز يسألني على حاجة سيبها في الكومنتات.